السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا البث المباشر معدلته في هذه المناسبة، وهي مناسبة تحضيرات الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، تحضيراتها للحرب. ووصلتني معلومات للأسف الشديد ولا نبغيها توصلني بهذه هذا الأسلوب، وهي عنه خالقة بعض من أولاد أهل الصحراء للأسف لا هي يجوا ضد الصحراويين، وتعود المعركة معركة بين الصحراويين والصحراويين، وهذا ما نبغوه يخلق. العدو المغربي يستعمل أولادنا ضدنا لأنه جبان، لأنه حقيقة جبان، والجبان دائما يتخزن ودائما يلف ويدور من أجل كانوا يسلك راسه يا غير ذاك بعد ما هم سلكوا. من هذا المباشر، والمعذرة عني ما أعطيت إشعار سابق نعدل هذا المباشر، يا غير ذريك جاية من الشقلة، وصلتني هذه المعلومات عن أولادنا جايين ضد أولادنا اللي في ثغرة القرقرات، وعن العدو اللي يستعمل أولادنا ضدنا. وهذا من شيء ما نبغوه نحن الصحراويين، ولا نبغوه لأي صحراوي يستعملوا العدو المغربي ضد دولته وضد أمهاته. واللي هذه الثورة أعطينا فيها الغالي والنفيس، والعدو شردنا وشتتنا وفرقنا. اللي ضريك منقسمين، شي في الجاليات أوروبا، وشي في المناطق المحتلة، وشي في مخيمات العزة والكرامة، وشي في المناطق المحررة. إذن في هذه الظرفية اللي وهي فرصة جد حاسمة للمجتمع الصحراوي، يالتو يتوحد، كلها يدير يدو في يد الثاني، كلها يدير يدو من وراء الثاني، باش يعود قبال تجاهنا واحد، وهو العدو المغربي، باش تعود قوتنا متينة وما جهين قبال. حقيقة العدو ضعيف، ولو كان ما هو ضعيف ما يعود يلود لأولادنا يا كانوا يكريهم باش يعودوا ضد يعود وجها لوجه انه صحراوي ضد صحراوي. وهذا ما نخلوه يخلق، ما نخلوه يخلق. نحن الصحراويين صحراويين أينما تواجدنا، سياني كنا في المناطق المحتلة، والله في المناطق المحررة، والله في جاليات أوروبا، والله في مخيمات العزة والكرامة، نحن صحراويين ولين تموا صحراويين. إذا علينا نتوحدوا في هذه الظرفية اللي هي، واللي العدو المغربي خاصه يعرف عن نحن صحراويين حقيقة. إذن هذا نداء باسم مواطنة صحراوية إلى جميع الصحراويين من نساء رجال شباب شابات. هذه فرصتنا نتوحدوا فيها، ولا نخلوا العدو يدخل بأي طريقة سوى كانت هي شنو هي. نحن مالنا لاجيين خبزة، وإنما لاجيين كرامة، لاجيين ندوروا استقلالنا، ندوروا كرامتنا، لأن الأمة الصحراوية والشعب الصحراوي انطلق من زمن الانطلاقة، جاي حوفاة عراة، جاي عريان، جاي حفيان، ما هو من أجل خبزة، وإنما من أجل أنه يعيش كريم معزز إلين يحرر أرضه، يقبضها بالسلاح. لا أمة متحدة ولا حقوق الإنسان، أكثر من 30 سنة ونحن في المعاناة. إذا ما خالق حد يقبض لنا استقلالنا، ما هو فام دافع جيشنا هو اللي يقبض لنا السلاح. مهما طالت الأيام، ومهما طالت، ومهما قعدنا، ومهما دخلت لنا المتحدة، ومهما دخلت لنا من الناس، ما نقابضين استقلالنا. ما هو بذوك الجنود الأسود جيش الشعبي الصحراوي. إذا نحن قوة مجندة مع الجيش الشعبي الصحراوي، نحن النساء الصحراويات قوة مجندة لا يدفيد مع الجيش الشعبي الصحراوي، مع المقاتلين، نحن معاهم. ألا نموتوا شهادة والله مولي تفنى عن آخرها، راهي تفنى بينا فتنة فات مشاتنا القليان، فتنة مشينا أعطينا الرجال الزينة، أعطينا الرجال الزينة، ما تساوم بالمادة، ولا تساوم بالملايير، ولا تساوم بأي شيء هو شنو هو. إذن نحن الشعب الصحراوي متوجه لأن حد يدافع عن حقه بقناعة، ما يخرص القلة، وإنما خرص الإرادة والشجاعة
يخرس هدفه، يخرس استقلاله، يخرس أرضه المنزوعة. إذا هنا نكمشوا بأظفارنا، نقبضوا مدافعنا، نهجموا ولو يبقى منا لا رقاش واحد. غير نعودوا بعد 200 موتة كريم شهيد. ما هو الضعف ولا هي الإهانة ولا هي الرقة. إذا الصحراويين يالتهم يتوحدوا، يالتهم كلهم يعودوا يدوا في يد الثاني، يالتهم يتوجهوا. وحذاري ثم حذاري من يستعملكم أي عدو تجاه دولتكم ولا تجاه مواطنينكم ولا تجاه شعبكم. هو ضريك ضعف، راح جيش وبقى يتصرم واحد 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 تابع واحد، بما عنده القوة اللي قد يواجه بها الجيش الشعبي الصحراوي، بما عنده القوة. ذوك الساعات كانوا 5 رجالة قفوفهم واقفين، تصدوا العدو، نجحوا العمليات، دفعوا، حروا أراضيهم اللي محرة ضرك. إذا أضريك نحن رانا امتانت قوتنا، وعندنا العتاد، وعندنا القوة، وعندنا الإرادة، والإرادة ما يوقف وجه الشيء، والعزيمة ما يوقف وجه الشيء. إذا نداء بس مواطنة صحراوية، حذاري يا الصحراويين، حذاري من يستعملكم حد ضد شعبكم، حذاري من يدخل حد بيناتكم، حذاري ثم حذاري. ونحن لهم بالمرصاد، نحن لهم بالمرصاد، قوة مجندة إن شاء الله. ولين تموا كذلك إلين نحروا أرض الساقية الحمراء وادي الذهب شبر شبر، أرض إلين نوصل الهدف المنشود. إذا ما يقد حد يستعمل أولادنا ضدنا، ولا عنده منين يدخل أصلا، ما عنده، لأن وحدتنا وحدة من حديد وستظل سائرة ضد الإقطاع الرجعية. إلى لا مجال للخونة ولا مجال للرجعية ولا مجال للناس اللي تستعملهم العدو ضدنا. وحتى إذا عاد تستعملهم صحراويين يبقوا صحراويين، خاصهم يرتفعوا لفوق لأنهم صحراويين. يكفي أنهم ينقال لهم صحراويين، الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، ولا يقد حد يجي في وجهها، ما يقد حد يجي في وجهها. راى تاريخ الجيش الشعبي الصحراوي، راى الأسرى اللي كانوا دليل على بطولتنا ولا يتموا لا منتصرين، الأسرى اللي كنا قابضين واللي يسلموا للعدو المغربي وسلموا له. إذن في هذه الظرفية لابد نتجندوا كاملين بأطفالنا وبنسائنا وبشيوخنا وبرجالنا. نحن مع المقاتلين، نحن مع قرار المقاتلين، نحن صحراويين، ولا ينتموا لا صحراويين ولا ينحروا أرضنا. ابغى منكره أرضنا لا ينحروها غصبا عنهم، بالوحدة وبالإرادة والعزيمة. لا نوصل المنشود هو الاستقلال. إذا من خلال هذا المباشر اللي ما كنت متمعدة معه، ولكن الغضب والغيرة على الوطن والحماس خلاني عني العدد المباشر، ولاني إعلامية وإنما مواطنة فقط، مواطنة قيورة على قضيتها الوطنية ومقتنعة تمام الاقتناع بقضيتي ووطني وغيرتي لي. من خلال هذا المباشر نبلغ تحية خالصة، تحية نضالية إلى مواطنينا وبطلاتنا وأبطالنا ثغرة القرقرات، تحية نضالية مني لهم، تحية إلى أسود جيش الشعبي الصحراوي اللي ضريك يتحضروا، رعاهم في الرابوني ورعاهم في كل بلاصة وراهم في النواحي وراهم فردهم يتحضروا لأي حركة من طرف العدو المغربي. هي آخر أيامه، أي حركة والله أي مساس من ذوك المواطنين المجتمع المدني الواقفين فم تعتبر عنها آخر أيامه، وخلوا ما يتقدم، لأنه وصلنا ما عنده قاع باش يتقدم. العدو ما عنده باش يتقدم، ما عنده جهة ولا عنده إرادتها ولا عنده عزيمتها ولا عنده شجاعتها ولا عنده قاع شيء. متخزن وراه يوقي جيش جيعان متخزن وراه للأسف الشديد. رعاهم بقاو شي سكران في الشوارع وشي طايح وشي يشكي لامه يلا لي انا ما عيني في العسكر بيا باطل ما معدل لي شيء ولا نموت. وراهم عندنا شهاداتهم في الفيديوهات، ما عندهم قدرة ولا عندهم شجاعة. إذن هون الحرب هي الهدف والاستقلال هو الهدف. ابغى من ابغى واكره من اكره. إذن يا الصحراويين توحدوا، يا الصحراويين هذه فرصتكم، يا الصحراويين تهلاوا في الوحدة الوطنية، هي صمام الأمام للشعب الصحراوي، الأمان. إذن تحياتي لكم
وتحياتي لكل مواطن صحراوي مناضل مخلص غيور على القضية الوطنية أينما تواجد. تحية نضالية لأبطالنا وبطلاتنا في ثغرة القرقرات الغير شرعية. هاي فرصتنا، علاه فرصتنا، بينما جبرنا حد قبال عاطينا نتيجة. ما رجالنا لا يقلع رجالنا، لا يقلع المقاتلين، لا يقلع قيادتنا، لا يقلع شعبنا، لا يقلع نسائنا البطلات الصامدات، لا يقلع شبابنا اللي منين يعطالوا النداء يحصر عند الرابون ويحصر في كل فقرة منادي فيها. إذن يا الشعب الصحراوي يا لطكم تتوحدوا، يا لطكم تهبوا هبة واحدة، لأنه يعرف العدو يا السابق اليوم، يعرف العدو ذاك العدل له الجيش الشعب الصحراوي، يعرفوا وراه ما قاعد يتقدم له به، يعرفوا أصلا، يعرف ذوك المقاتلين اللي ما قادرين في الجوع ولا قادرين في العطش، الصبارين الشجاعين الصامدين، وعاش الجيش الشعبي الصحراوي اللي بغى الصيب باتي ينخلع يتخيزن، واللي بغى يمرق وجهه باش يموت، وما مصيرهم الا ذاك هو اللي راجع من عند الله عز وجل. الله يهدمهم، الله يهدمهم كيما هدمونا وكيما ضيعونا. اكثر من 30 عام ونحن في المعاناة، صاب لي كاع يغلاك بعد ما يزيدنا صمود وتحدي وإرادة وعزيمة، لأنه ما ضاع حقه وراه مطالب. حقنا ما هو ضايع، لأن احنا وراه رجالنا، وراه نسائنا، وراه البطولات اللي قطوا عدلت كاملة. منين هذا راجل يتهيد ايش عنده؟ عادي تقابض بأولادنا كانوا يرشيم كانوا يتقدموا. حذاري يا الصحراويين، حذاري حذاري حذاري، حذاري ثم حذاري يستعملكم حد ضد شعبكم. هذه قضية مشات من أجلها قليان، مشاو النساء ومشاو الرجال رعاهم عطاوا أعمارهم في هاي الحمادة، غير راهو ما هو شيء من أجل الكرامة والحرية. رباوكم وكبرتوا، ما يدوروكم تلجاوا العدو يغشيكم، كبروكم باقيكم تمشوا على الخط اللي مشاو عليه. عاد شو هذا؟ ما كبروكم باش تقيسوا العدو تلودوا له فضة شنو هي؟ فضة اقبضوها بأيديكم، اصنعوها بأيديكم، واجهوا العدو واقبضوا منه خيراتكم. هذه هي الفضة الحقيقية. أنا ما يستعملني حد ضد دولتي، ضد أمهاتي، ضد قضيتي. لا 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 لا، هذا ما هو شيء نسمح به. وراني ما طاعني وموجعني راسي جاي من الشغلة ولبست تريتي وراني متحضرة لي راني شارتهم منين يقولوا يلا لين نوقف وحدي، يعني نجري بسلاحي ونطيب ونداوي العسكر ونعدل اللي قديت نعدل، ولاني راجعة. يا غير الصحراويين لكم تتوحدوا، ولا تخلوا حد يدخل بيناتكم، ولا تخلوا حد يدخل قاع بكلمة فالحرق عليه يقول نواجه. هو ضعف العدو، العدو اضعف. عاد يقول الصحراويين عنهم يقصوا الصحراويين. هذا رايك اساليب بايخه، اساليب ما هي نافعه لشيء، ما هي ضاحيه على السب. اذا نتمنى لكم ان شاء الله ياسر من التفوق وياسر من النصر، وياسر هاي فرصتنا يلا نتقدموا فيها. يلا الجميع يعود متحضر باش منين ينقال يلا تقوم الناس كامله. تحيه نضاليه وكل الوطن والشهاده، ومرحبا بكم وسهلا كاملين.